جي نراجعوا شي شويه معدلات المحروقات المستمره في المغرب الى حدود اليوم، واللي خلقه مشكل كبير لا للمهنيين ولا حتى المواطنين، وخصوصا الدراوش والطبقه المتوسطه، وايضا كتاثر على التضخم وغلاء الاسعار وصعوبه المعيشه في المغرب. الحرب سيدي اللي في اوكرانيا واللي بدات في فبراير 2022 تركت اثر كبير باسعار الوقود في المغرب ضمن دول عربيه اخرى تاثرت بقوه جراء هذه الازمه اللي خلقتها حاله الارتباك وعدم اليقين بشأن العرض في الأسواق. وتلقات أسواق المحروقات في المغرب صدمة قوية مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، ولا سيما أنها كانت كتعاني في الأساس ارتفاع كبير أثار غضب المواطنين المغاربة. وهذه الارتفاعات راه كانت بدات قبل بدء الحرب بنحو أسبوعين، وأدى هذا الارتفاع ديال أسعار الوقود في المغرب إلى مستويات قياسية. فأكثر من مناسبة أدى إلى احتجاجات شعبية، بعضها طالب الحكومة بالخفض والبعض آخر اختار سلاح المقاطعة للضغط على محطات الوقود والضغط حتى على الحكومة للاستجابة لمطلب الدعم. أزمة المحروقات في المغرب. قبل ما نبداو كالعاده كنقول لك معاك العميق اخونا، ما تنساش تطرطق ديك البوطونه ديال سبسكرايب، وما تنساش الاعجاب بالفيديو. مشينا باش نوضحوا المصطلحات مزيان. البنزين هي اللي كنقولوا لها احنا بالدارجه المغربيه ليسانس، وبالنسبه للديزل فراه المقصود هنا هو المازوت. اتفقنا؟ اوكي سيدي. المتحكمات في ثمن المحروقات في المغرب متعدده، ولكن الرئيسيه واللي عندها تاثير كبير هما جوج: سعر صرف الدرهم المغربي امام الدولار، وسعر البرميل في السوق العالمي. وهنا اذا الدولار طلعت قيمته مقابل الدرهم فراه كيأثر على ثمن المحروقات، لانه كنشريوه بالدولار من السوق العالمي. وماشي غير المحروقات، بل اي منتوج مستورد من الخارج فراه كيطلع الثمن ديالو. اما المتحكم الثاني فهو سعر البرميل في السوق العالمي، واذا طاح فراه القضيه هانيه، واذا ارتفع الثمن ديالو وجد جيبك حبيبي المواطن للشوايه. على اي ارتفعت اسعار الوقود في المغرب في 8 فبراير 2022 الى مستويات كبيره، بحيث سجل سعر الدولار 10.88 درهم، وارتفع سعر البنزين الى 12.50 درهم، وهي ارقام لم تكن في الاسواق المغربيه شفتها من قبل، ولكنها ايضا قياسا للاسعار الحاليه اللي كاينه دابا في حدود وقت تسجيل هذا الفيديو، ولات كتبان طبيعيه والنواور. اما كرهناش سيدي المازوط يهبط 12.5، اما كاينها 14 للفوق. نكملوا مسلسل الارتفاعات بشهر مارس 2022، وهو اول شهر بعد الحرب في اوكرانيا، وهنا سجلت الاسعار ارتفاع طفيف، بحيث بلغ سعر البنزين 12.97 درهم، كما ارتفع سعر اللتر الديزل الى 11.21 درهم. ومع الارتفاع الجديد بدا قطاع النقل البري للركاب والبضائع في المغرب اضراب عن العمل رفضا لرفع اسعار الوقود، بحيث بدا الاضراب في 8 مارس واستمر لمده 3 ايام. وقبل ما يسالي مارس 2022 ما تخلاش هذا الشهير على الازمات ديالو، بحيث شهد ارتفاع جديد في 31 من نفس الشهر، وهذه المره كان صادم شي شويه، بحيث تخطى سعر لتر الديزل سعر لتر البنزين للمره الاولى في التاريخ. المازوت ولا الثمن ديالو غلا من ليسانس، بحيث سيدي انه وصل لثمن 14.50 درهم. في الوقت نفسه شهدت اسعار الوقود في المغرب زياده تاريخيه في شهر ابريل التالي، مع بلوغ سعر لتر البنزين اعلى المستويات ديالو بنحو 14.44 درهم، باش يتجاوز حجم الزياده اكثر من 3 دراهم خلال اقل من اسبوعين. يا سيدي زياده ديال 3 دراهم في اقل من 2 سيمانات. في شهر مايو 2022 واصلت اسعار الوقود في المغرب ارتفاع، بحيث بلغت بحلول منتصف الشهر نحو 14.70 درهم للتر ديال الديزل في اغلب مدن المملكه، بينما سجل سعر لتر البنزين 15.55 درهم وفق موقع جلوبال اويل بريس. ومورا الزياده الاخيره اندلعت عاوتاني احتجاجات العاملين في قطاع النقل اللي اتهموا الحكومه بانها ما نفذتش برنامج الدعم بالشكل الصحيح اللي كيضمن عدم ارتفاع اسعار الوقود في المغرب، بل ان الامور زادت تعقدات مع بدء دخل المرحله الثالثه من الدعم، ولا سيما ان الاسعار قبل الدعم كانت اقل من هذاك الشيء. اما شهر يونيو 2022 حتى هو حمل ازمه جديده مع ارتفاع اسعار البنزين والديزل الى مستويات قياسيه، بحيث بلغ سعر البنزين 18 درهم، بينما ارتفع سعر لتر الديزل الى 16 درهم. وهذا الشيء خلى عاوتاني الاوضاع تنفجر بالاحتجاجات لا في ارض الواقع ولا حتى في منصات التواصل الاجتماعي، ودعت عشرات المنصات في المغرب الى حمله الكترونيه لرفض غلاء الاسعار والمحروقات في المغرب تحت شعار يوم دون سيارات، طالبوا من خلالها بوقف استخدام السيارات في 24 يونيو الماضي واستعمال الدراجات الهوائيه ووسائل النقل العامه باش يضغطوا على الدوله لمراجعه الاسعار. من مورا هذا الشيء واخيرا بصيص ديال الامل، بحيث ربما ان الضغوط المجتمعيه اللي دارت من اجل خفض اسعار الوقود في المغرب
ربما كانت اتت الاكل ديالها في يوليو 2022. علاش؟ حيت تراجعت اسعار الديازل والبنزين في مختلف مناطق المملكه باكثر من درهم، بحيث انخفض سعر الديازل الى 14.89 درهم وسعر لتر البنزين الى 14.97 درهم. وللمره الثانيه على التوالي شهد شهر غشت 2022 تراجع في الاسعار ديال الوقود في المغرب مع انخفاض اسعار النفط العالميه الى اقل من 100 دولار للبرميل، بحيث بلغ سعر لتر الديازل اقل من 14 درهم، بينما انخفض متوسط سعر لتر البنزين الى 14.68 درهم. ولكن مع الاسف الانخفاض ما طولش بزاف، فملي قرب يسالي الربع الثالث من العام المنصرم 2022 بدات اسعار النفط العالميه كتراجع بشكل ملحوظ، ولا سيما مورا الاجراءات اللي اتخذها تحالف اوبيك بلس بخفض سقف الانتاج بما يحفظ استقرار الاسواق العالميه والتوازن ديالها. ومع ذلك لم يدم الانخفاض طويلا، فسرعان ما عادت اسعار الوقود في المغرب الى ارتفاع في سبتمبر ليصل سعر البنزين الى 14.85 درهم للتر، بينما بلغ سعر لتر الديازل نحو 15 درهم. ومع استمرار الحرب في اوكرانيا وصلت الاسعار ارتفاعها في اكتوبر 2022، بحيث بدا سعر لتر الديازل كيتباع في منتصف الشهر بنحو 16 درهم، بينما بلغ سعر لتر البنزين 15.40 درهم للتر بحسب موقع جلوبال اويل بريس. وفي نوفمبر الماضي سجلت اسعار المحروقات في المغرب ارتفاع ايضا، بحيث بلغ متوسط سعر لتر الديازل نحو 16.5 درهم، على الرغم من بدء تطبيق حظر النفط الروسي المنقول بحرا في 5 ديسمبر الماضي. ولكن حافظت اسعار النفط العالميه على استقرارها عند حدود 83 دولار للبرميل، وتراجعت اسعار الوقود في المغرب بشكل قياسي، بحيث بلغ سعر لتر البنزين نحو 14.5 درهم وبلغ سعر لتر الديازل نحو 16 درهم. وواصلت اسعار المحروقات في المغرب منحناها الهبوطي في يناير 2023، بحيث تراجع سعر لتر الديازل الى 14.60 درهم للتر، كما تراجع سعر البنزين الى 13.72 درهم للتر. اما في شهر فبراير وهو المتمم لعام كامل من بدايه الحرب في اوكرانيا، عادت اسعار الغازوال الديازل والبنزين مجددا للارتفاع، بحيث سجل سعر لتر الديازل 14.82 درهم وبلغ سعر لتر البنزين 13.99 درهم. يشار الى ان اسعار الوقود في المغرب كتشهد تحولات اكثر من مره على مدار الشهر الواحد، ولكن هذه التحولات كتخضع للتسعير من جانب الحكومه واسعار بيع من جانب شركات التوزيع، الامر اللي كيخلق فروق بين اسعار البيع حسب المناطق. كيف ما شفتوا سعر المحروقات في المغرب متقلب بشكل كبير بزاف، السبب في ذلك هو سعر السوق العالمي وسعر صرف الدرهم، وهذه هي الشماعه اللي كتستعملها الحكومه باش تغطى موراها. ولكن اللي كتنساه الحكومه هو انه هي اللي حررت هذا السوق في المغرب، وهي اللي ما كتراقبش وتدقق مع شركات المحروقات اللي كدير ما بغات، وهي اللي ما كديرش خطوات جاده باش تحل المشكله سمير اللي هو ايضا حل اساسي في هذه المعضله. عباد الله، ثمن المازوت اللي ممكن يقد عليه المواطن ويجيه مناسب هو ما بين 9 و10 دراهم، وثمن ليسانس في حدود 11 ونص درهم. اما هاد الاثمنه اللي كنشوفوا دابا راه خياليه بزاف. ما اختم به هو انه اي تقصير من طرف هاد الناس اللي حاكمين هاد البلاد سيحاسبون عليه امام الله. ونختم بالمقوله اللي كتعجبني: ولا غالب الا الله. يلا كالعاده كنقول لكم كان معك العميق اخونا، ما تنساش تطرق ديك البوطونه ديال السبسكرايب باش تشوف الحلقات اللي جايين، ما تنساش تدخل تشوف الحلقات اللي فاتوا، تقول لي رايك في هذا الموضوع في التعليقات، وما تنسانيش من الاعجاب حبيبي العميق. ايضا مواقع التواصل الاجتماعي ضروري تتابعني فيهم، حيت ما تقدر تقترح عليا المواضيع اللي نديروا في الحلقات اللي جايين وتعطيني افكار ونناقش انا وياك شي بلانات. يلا تهلا لي في روحك حبيبي العميق. هاي